ماتادور إيليا تابوري أقوى رجل يتنفس على وجه الكرة الأرضية في وزن 70 كيلو حاليا، متصدر جميع الأوزان وأزاح إسلام من القمة كمان بعد ما أوفى بكلامه وجلد الأناكوندا البرازيلي تشارلز أوليفيرا محبوب الجماهير بالضربة القاضية في الجولة الأولى. كلنا كنا نقول إيليا حيفوز بس مو بالطريقة البشعة هذه يا إخوان، والاستهزاء من بادي الدبة بتشارلز بعد ما أكل على راسه. وأرمان يشوف إنه هو الخصم القادم وحجر الكريبتو لإيليا تابوري، ومين هو الخصم القادم لإيليا تابوري وزوجة إيليا تابوري ايش تقول عنه. هذا كله حشرحه الان يا اخوان في المقطع، بس قبل لا ابدا تابعنا على كل منصات التواصل يا اخوان، اكتب بس ابو الدغس حطلع لك على طول ونبدا المقطع. قبل لا ابدا يا اخوان، اذا ما تعرف إيليا تابوري الان هو اقوى ملاكم في عالم الفنون القتاليه المختلطه بسبب الكومبو والجمل واللكمات اللي يركبها بسرعه ويكررها اكثر من مره. شوف يا اخي في شيء نادر ما تشوفه في اي ملاكم في عالم الفنون القتاليه المختلطه، يركب لك 4 جمل ويرجع يعيدها. واللي يميز إيليا انه يتقدم دائما على قدام، يضغط على الخصم، وغير اصلا انه جرابلر جامد لدرجه انه سجله القتالي قبل لا يدخل منظمه اليو اف سي كان 7 مرات بالاخضاع ومره واحده بالضربه القاضيه، وبعد ما دخل اليو اف سي 6 ضربات قاضيه واحده بس بالاخضاع. بس هو قال انا رجعت اتفرج على نفسي واتفرج على قتالاتي، الصراحه ما عجبني اللي شفته، فحاولت اطور من نفسي واخلي المشاهد اللي يجي يدفع عشان يشوف شيء يستاهل. وهذا الشيء اللي فعلا سواه إيليا تابوري. اللي ما شاف القتال يا اخوان انا حلخص لك هو الان في اللقطه دي. شوفوا هنا إيليا تابوري اعطى تشارلز أوليفيرا جاب ولحقه بهوك من عالم الجحيم يا اخوان. الهوك لحقه بهوك تاني، الهوك التاني ده انا ماني عارف ليش، عشان يزيد ينومه، لانه تشارلز أوليفيرا حرفيا من الهوك الاول يا اخوان هو مع السلامه باي باي نام. طبعا بعد القتال كل الناس كانوا متوقعين انه إيليا تابوري ينادي مين؟ أرمان، لكن مع الاسف ما نادى أرمان. نادى مين؟ نادى بادي الدبة. وبادي يا خوي عنده ماضي اسود مع إيليا تابوري، وهذا الشيء المشوق في الموضوع. لكن بادي زبادي اللي طبعا ما عنده اي انجازات تذكر، حرفيا الان هو حيقاتل إيليا تابوري، هو اقرب واحد الان لإيليا تابوري. الغبنه مو هنا يا اخوان، الغبنه انه بادي الدبة طلع امس بودكاست يستهزئ بتشارلز أوليفيرا ويقول تشارلز أوليفيرا انا ماني عارف كيف دخل لإيليا تابوري بالطريقه هذه، والطريقه هذه كانه مقاتل هاوي، وهو الامانه يا اخوان والله صادق. بعد القتال بادي طلع على القفص لانه إيليا تابوري ناداه. طبعا يا اخوان إيليا تابوري دفع ودفوا وقامت بينهم مشاحنات، والعداوه دي احلى شيء فيها انها حقيقيه لانه الاثنين ما يطيقوا بعض. الحلو في عداوه إيليا تابوري وبادي الدبة يا اخوان انه فعليا الاثنين يكرهوا بعض، وذكرونا بايام كونر وحبيب ايام ما كانوا يكرهوا بعض. لكن للامانه اغلب الجمهور وانا منهم نفسي اشوف أرمان ضد إيليا، لانه الصراحه قتال هاي ليفل. وليش اقول لك قتال هاي ليفل؟ لانه فعليا أرمان طلع امس في مقابله يا اخوان وقال إيليا تابوري الى الان ما واجه مصارع زيي، مصارع يقدر يمسكه ويجلده جلد. وقال إيليا تابوري ما واجه مصارعين الا برايس ميتشل. مين هذا برايس ميتشل؟ برايس ميتشل اخذ إيليا تابوري على الارض وتعبه، فما بالك لو إيليا تابوري واجهني. يا اخوان أرمان فعليا قوي في المصارعه وممكن ينهك إيليا، وانا اشوفه الى الان اصعب خصم لإيليا في وزن 155، وبعده على طول يجي بادي. لكن الامانه افضل اشوف أرمان على حساب بادي. لكن بادي وإيليا تابوري برضه مو بطال يا اخوان، لانه الاثنين يكرهوا بعض وهذا شيء مره حلو. الموضوع مو هنا يا اخوان، الموضوع برضو زوجة إيليا تابوري طلعت زيه يا اخوان. طلعت امس في مقابله مع إيريا الحلواني تقول انا اشعر بالشفقه على الاشخاص اللي حيقاتلوا إيليا تابوري، لانه انا ما اخاف على إيليا تابوري، انا عارف انه الشخص حقي يعني ماي جاي ما حيصير له شيء. وهذا الشيء الصراحه يا اخوان كريه، لانه العيله كلها في نفس النظام، انت كذا مره قاعد تستهبل. طيب يا اخوان، إيليا تابوري الآن حاليا يتربع على عرش الباوند فور باوند، أفضل مقاتل على جميع الأوزان. على حساب مين؟ على حساب إسلام، لأنه إسلام كان الأول، وهذا الشيء يا إخوان زعل الناس مرة كثير. طب تبي تيجي للحق والأمانة يا إخوان، الصراحة إيليا تابوري يستاهل يكون الآن الباوند فور باوند. ليش؟ لأنه إيليا تابوري يا إخوان الثلاثة ناك أوت اللي ورا بعض يا إخوان ومقاتلين مو أي شيء. عندك ماكس هولوي جاي من انتصار مع حزام البي ام اف، عمره ما اخذ قاضيه. إيليا تابوري نزلوا قاضيه، فولكا نزل مستوى، وهذا الشيء خلى إيليا تابوري يفوز عليه. طيب يا اخوان، فولكا نزل مستوى، ما شفتوا قتاله ضد دييغو لوبيز؟ والله قتال اسطوري، وفولكا كان مستوى مره عالي. لكن فعلا مستوى فولك ممكن نزل بعد النك اوت حق اسلام، وهذا الشيء اثر على مستواه وخلى إيليا يفوز. بس هذا الشيء ما يخليك تقلل من النك اوت وطريقه الانهاء حق إيليا تابوري، خصوصا مع تشارلز أوليفيرا. يا رجل ما اخذ معاه 3 دقائق. وانت لما تقول على واحد بطل حزامين
وانهى 3 اساطير ورا بعض بالضربه القاضيه كمان. وتوتل القتالات يا اخوان تخيلوا 3 قتالات ما كملت 22 دقيقه، وهذا الشيء الصراحه كفيل انه يخليه المركز الاول، لانه اسلام الان يا اخوان بطل ولا حزام. يا اخوان الاسلام الان ما معاه ولا حزام. صح اوفرول اسلام افضل، اسلام لو قاتل ايليا انا اقول لك اسلام يفوز ان شاء الله، لكن الان اسلام ما معاه ولا حزام، وهذا الشيء يخليه المركز الثاني. لكن اسلام لو فاز على جاك لامادالينا يرجع المركز الاول ورجاله كمان، ويرجع تحت يجلد لنا إيليا تابوريا وكذا شكرا جزيلا. لكن الغلطه اللي حيسويها إيليا تابوريا واللي ممكن يسويها لو طلع لاسلام في الولتر ويت، هنا إيليا تابوريا قضى على نفسه تماما يا اخوان. ليش؟ لانه اسلام بصعوبه يا اخوان طلع للولتر ويت والان يحاول يكسب وزن، فما بالكم إيليا تابوريا اللي هو قصير ويطلع لاسلام وهو مره كبير، اسلام حيتفوق عليه في المصارعه وحياكل اكل في القتال الارضي. طيب اهم القتالات القادمه يا اخوان، اسلام ممكن يلعب في اكتوبر زي كل سنه، اسلام يفضل اكتوبر. بالنسبه لحمزه شيمايف يا اخوان، حمزه شيمايف الان دخل امريكا بشكل رسمي من 2022، ما قد دخل امريكا، الان حيلعب الحزام ضد دي بي. وعندنا كمان يا اخوان خصم إيليا تابوريا القادم اللي ممكن يكون بادي او ارمان، انت ايش تفضل؟ كانت هذه نهايه حلقتنا، واتمنى ان تكونوا استمتعتوا معنا، واتمنى ان افدناكم. فولو لايك اذا حابب تعرف كل جديد في عالم القتال، والسلام عليكم.